السلام عليكم خواتاتي خوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مبروك عواشركم. ان شاء الله تدخل عليكم بالفرحه والهنا والرزق والتيسير ورضا الله سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اليوم ان شاء الله يا البنات غادي نديروا مع بعض بسبوسه. كما تتعرفوا كل دار مغربيه او كل دار عربيه تتعرف بسبوسه، غير تختلف من حيث المقادير او من حيث الشكل او من حيث يعني من بسبوسه لبسبوسه تيكون واحد الاختلاف بسيط. اليوم غادي نقتسم معكم واحد المقادير اللي هي بسيطه موجوده في كل بيت، وبسبوسه صراحه تجي نكهتها زوينه بهاد المقادير هادو. تبعوا معايا المراحل ما تمشيو فين، خليكم معايا ان شاء الله. نتمنى يرقكم هذا فيديو بسيط وبسيط وسريع وما فيهش تكلفه بزاف، يعني بسبوسه رائعه تجي في مقوماتها لذيذه وصافي. غير تبعوا معايا المراحل وغادي تجيكم بنينه بهاد المذاقات هادو اللي غادي نضيف ليها لهاد البسبوسه. البنات نحتاج تقريبا المقادير التاليه، انتم غادي تشوفوا معايا. المهم هنا راه حاولت نبدا لكم من الاخير. قطعتها وبغيت نوريكم الطريقه ديالها، انها تتكون معلكه من الفوق ومهويه من الداخل، تجي مفشفشه من الداخل ولا اروع. يعني بسبوسه رائعه جمالا ومذاقا وصراحه صحيه وزوينه. المهم حاولوا ما امكن ديروا هاد المقادير اللي غادي نعطيكم مضبوطه، وغادي تصدق لكم جميله وزوينه ان شاء الله بحول الله. كما تتعرفوا البنات البسبوسه يعني مجموع في مجملها تنحتاج لها المقادير التاليه. يعني مقادير تتكون فقط من السميد، من نصف كأس ديال الزيت، من واحد الكأس مملوء نتاع سنيده او نتاع السكر حبيبات، ومن البرتقال، ومن الكوك، ومن الطحين على حسب. هنا احتاجيت 3 الكؤوس نتاع السميد من نوع الصلب الجيد، احتاجيت نصف كأس العنبه ديال الزيت، واحتاجيت كأس مملوء نتاع سنيده، وكاس ونصف ديال الليمون ديال البرتقال، والقشره مبشوره نتاع الليمون، وقشره ديال الحامض. واحتاجيت هنا فانيلا سكر تتبقى اختياريه، الا عجبكم ديروها ما عجبكمش ما ديروهاش. ولهاد الخمارات البنات تنحتاج تقريبا 21 غرام نتاع الخمارات. علاش؟ لان بسبوسه غادي نديرها بحجم سوائل كثيره، يعني كاين الليمون، كاين الزيت، كاين يعني مهم كاين هذا، يعني غادي نحتاج لهاد المقادير هادو. هنا البنات سناخذ الاناء نتاعي تنضيف فيه البيض، غادي نشلاقي داك البيض مع السنيده ومع السوائل كامله. هانتوما ضفت داك الكاس نتاع السنيده مملوء تقريبا 120 غرام نتاع سنيده، وغادي نشلاقيه مزيان مع داك البيض، نضربو مزيان حتى ينسجم البيض مع سنيده وصافي. وغادي نضيف الزيت، وغادي نضيف بشويه بشويه دوك العناصر السائله تاعي كامله. صراحه البسبوسه تجي زوينه منها اننا تنبدلو شي شويه على الكيكه تنديروها بالفورس وتنديروها يعني بدانون الحليب وداكشي. هنا يعني نتوما لكم الاختيار، بغيتو تضيفوا الحامض انا زدت الحامض، ما بغيتوش ديروا غير قشر البرتقال فقط، اكتفيو غير بالبرتقال. ولكن الحامض يعطيها واحد شنو نقول لكم، واحد النسمه زوينه بزاف بزاف. داكشي علاش زدت فيها الحامض. والكوك لكم الاختيار، تما 2 معالق كبار نتاع الكوك، تقدروا ديروا غير تكتفيو غير معلقه، ما بغيتوش تجيكم حرشه من الداخل. انا تتعجبني البسبوسه هي الكوك، البسبوسه هي السميد والكوك صراحه. وصافي تبقاو تضيفوا الكاس نتاع السميد بشويه بشويه البنات، يعني حتى تجمعوا لكم الحشوه، تجمع لكم الحشوه. هنا راه تنضيف غير بشويه بشويه. وإلا كان داك السميد كما تنقولوا ديما يعني ما غيشرب لكمش هذاك السائل، ما غيشرب لكمش داك السميد، ممكن تضيفوا نصف كاس اخر ديال السميد، كان غادي يشرب لكم الحشوه. صافي تكتفيو ب3 الكؤوس. انا بعض الاحيان تندير غير 2 كؤوس، تنبغيها تجي مهويه، تندير غير 2 كؤوس. وهنا معلقه ونص تقريبا ديال الطحين،
او المايزينا الا عندكم. انا درت هنا غير الطحين فقط. المايزينا تتجي حتى هي زوينه، تتهوي البسبوسه من الداخل. هنا اكتفيت غير بالفرص، ماشي مشكل. وغادي نضيف دوك الفانيلا السكر البنات، غير زدتها يعني نسمه ديال الليمون، ما كاينلاش الانسان يزيد كاع حتى السكر فانيل، يعني اكتفي غير بداك دوك القشور د الليمون راه تيعطيو ديك النسمه، ولكن زدتها ماشي مشكل. هنا تنضيف الخمارات نتاوعي. الخماره الاولى فيها 15 غرام، الخماره الثانيه يعني ميزاني 6 معلقه صغيره، يعني غتكون تقريبا 20 حتى 21 غرام نتاع الخميره. والسر البنات غادي نوريه لكم علاش هادشي البسبوسه مفشفشه من داخل، ما تجينيش مدقصه. هو السر هو انني تنخلي الحلوه نتاعي تخمر، يعني تنخلي الخليط نتاعي 10 دقائق حتى ل 12 دقيقه هكا في البول بوحدو حتى تيخمر، على خاطري نغسل دوك المعينات ونهز المول ديالي ندهنو بالزبده وبشويه عليا، ماشي نحرك دغيا وندير في البول وصافي في المول ديالي ونخشي في الفران. لا، راه تجي مدقسه من الداخل، والبسبوسه ما خصهاش في الاصل تجي مدقسه من الداخل، خصها تكون مفشفشه، يعني تجي بحال الكيكه من الداخل، ما تجيش هكاك متماسكه بزاف، لان يعني المعده والمصران والجهاز الهضمي كامل ما زويناليش. المهم انتم غتشوفوا دابا كي كتجيني انا البسبوسه، ها انتم كي كتجي خامره واخد حقها في التخمار، وبهذه الطريقه البنات تتجي طايبه من الداخل ومفشفشه في نفس الوقت. انتم كي كتشوفوا غادي نوريكم، يعني تتجي هذوك الثقاب خص يبانوا فيها هذوك الثقاب ديال البغرير بحال ديال البغرير قبل ما تدخلوها للفران. هذا هو السر باش تجيني انا البسبوسه من الداخل مفشفشه، ما تجينيش مدقصه. صراحه انا بسبوسه فاش تكون مدقصه ما تتعجبنيش، تتجي مدقصه تتكون ثقيله على المعده وعلى الجهاز الهضمي كامل. دونك باش تجيكم رائعه ديروا هاد القضيه هذه، خليوها تخمر واحد شويه 11 دقائق عاد دخلوها الفران. هنا البنات انا ما بغيتش السكر، ما بغيتش ديك التسقيه ديال السكر، ما تتعجبنيش، تعجبني الليمون. غادي ناخذ واحد 3 د الليمونات وغادي نعصرهم، وغنزيد فيهم واحد 2 معالق نتاع سنيده، وغادي نخليهم غير واحد شويه يدفاو فوق النار ماشي بزاف صافي. وغادي نسقي بهم الحلوه ديالي البسبوسه، تتجي رائعه بالليمون البنات، صدقوني تتجي ولا اروح، احسن من ديال السنيده، احسن من ديال السكر بوحدو، لان الاصل درنا فيها كاس ونص نتاع الليم يعني. وهذا الليم هذا البنات حلو والله العظيم، واخا ما تزيدوش فيه هذيك سنيده كاع، ما تحتاجوا لا كونفيتور تدهنوا بها لا سنيده لا حتى حاجه. انا نظرا للتصوير وغادي نوريكم حاجه، لان الليمون اللي عندي ماشي هو اللي غيكون ربما عندكم. انا صدق لي هذا الليمون حلو واخا هو ديال العصير، داكشي علاش زدت سنيده، باش حتى البنات اللي دارت الليم يكون حامض تزيد فيه سنيده. دونك البسبوسه ديالي من بعد ما طابت هانتوما كي جات طايبه واخده حقها في الطياب، وجات كما قلت لكم متماسكه من الفوق ومن الداخل، مهويه مفشفشه. غادي نحاول نسقيها بالليم، وغادي نزوقها باللي بغيتها البنات، لكم الاختيار. هنا زوقتها بالكوك، هانتوما كي كتشوفوها البنات جات رائعه بالكوك، اصلا فيها الكوك لداخل، يعني نديرو غير الكوك، لا داعيه باش نديرو بيستاش ولا نديرو شي حاجه اخرى، ولكم الاختيار. عجبكم تاكلوها حتى هكاك بلا كوك بلا حتى حاجه، راه تجي رائعه البنات، تجي كما قلت لكم متماسكه ومفشفشه من الداخل. هذا هو السر، خصها تكون خامره ومفشفشه باش ما تضرش في المعده وما تضرش وما تجيش مدقصه ديك البسبوسه المدقصه اللي معجنه، لا تجي مفشفشه ورائعه من الداخل كما قلت لكم، تجي بحال شي كيكه. صدقوني ديروا هذه المرحله كما قلت لكم ديال التخمار، وراه غتصدق لكم واعره وبصحه وراحه البنات.